صديقي في مفاجأة النهاردة جامدة جدا، وهي ايه؟ اعادة اكتشاف لاين ريتش كلاود. الحمد لله اصحاب لاين ريتش كلاود غيروا من الديزاين القديم يا صديقي، ولو انت مش فاكره ده كان الديزاين القديم قلنا ان هو بيعمل حاله من الكآبه كده. انا صديقي اتكلمت عن الموضوع ده، بس ما تخيلتش ان فعلا اصحاب لاين ريتش كلاود ان هم ياخدوا بكلامنا. دي حاجه كبيره عندي جدا. تعالى بقى صديقي نعمل اعاده اكتشاف واعاده حلويات، ونشوف قبل اي حاجه الديزاين راح فين وسكته ايه. بلا هدف يا صديقي، هو هنا لعب على حته الايه الصيف والالوان الحلوه والالوان الجميله والشغل ده شغل فرايحي، لان اكيد هم اتعلموا من التجربه اللي فاتت. فهنا لا، في اختلاف واضح في الازازه، في وورنينج هنا بيبقى واضح جدا. الازازه نفسها الخلفيه فيها الازازه فيها ايه، لكن البيانات مكتوبه واضحه جدا، يعني كل حاجه واضحه في زجاجه حرفيا. المره دي لا، شابوه بجد، انتوا عملتوا المره دي ديزاين محترم. تعالوا بقى نتعرف على اللاين بيقدم لنا ايه. ستروبري شيري، ودي حاجه قويه قوي هنجربها مع بعض في الايام اللي جايه دي. ايس ووتر ميلون، وهم بيقولوا ان هم مميزين فيه، وده برضو اللي احنا لسه هنحكم عليه. باينابل كوكونات، ودي يعني مفيش لاين غير لما نجح ان هو يحببني فيها اكتر، فيا رب ريتش كلاود يكمل الصعود. ايس جريب، يعني العنب الساقع، وهنشوف سقعانه ده رايح لفين. مانجو ستروبري، يعني حاجه حلوه، ميكس من الميكسات الجديده اللي هي كانت ترندي او مازال الترندي. مانجو باشون فروت، ودي كده كده انا مجربها قبل كده وبرفع لها قبعه، وبص وبسقب لها بايدي وبرجليا، مش هقول غير كده. وايس مانجو، يعني المانجا الساقعه الحلوه اللي فعلا هم هنا عاملينها بالبصمه بتاعتهم، ما يتقالش غير كده. واخر حاجه وهي الكولا ليمون يا صديقي، ولسه اللاين اصحابه قالوا ان هم بيتوسعوا فيه وبيعملوا فيه فليفرات اكتر. موجود منه الدي ال والام تي ال بجميع التركيزات يا صاحبي. ويعني بص، يعني عقبال ما انت تنزل تجرب هذا اللاين، انا برضو ايه هقعد امزمز لك في كام ازازه عشان اطلع اقول لك رايي فيهم ايه. انا هقوم اجيب فول لابويا، لان انا يعني النهارده ايه على اخري وتعبان، وانا ماشي بالحلاق تعبان.